السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ شايفين التورت القمر دي وكمان تورته وكمان عملنا كيك بوبس. كل المنتجات دي بفضل الله تعالى اتعملت من نص كيلو سبونج بس. تعالوا معايا ان شاء الله نعملها، وهنعمل حفلة التخرج بأبسط طريقة. نص كيلو سبونج عليه 6 بيضات، عليه 100 ملي ماء مثلج، وعليه معلقة صغيرة محسن جل، وخاصة لو كان سبونج كاكاو حطي محسن الجل علشان يظبطلك القوام. انا عملت هنا منشار الكيك على 0، تمام؟ يعني مفيش على رقم 1، على رقم 0. وعمل لي 5 طبقات حلوين جدا من الكيك. وده الكيك هنا مقاس 24، كنت حاطاه في صينية مقاس 24 ارتفاع 10 سنتي، اللي هي منطقة الكيك العالية. هحتاج للكمية اللي احنا عاملينها دي، هحتاج 200 جرام كريمة خام بدون سكر. هحط عليهم، انا بستعمل المتحدة، فهحط عليهم 450 جرام مية متلجة، وهحط عليهم نص كوباية سكر، وهديهم ضربة مبرحة يعني في المضرب، بس يعني ايه لغاية لما القوام ينعم تماما تماما. وما تقلقوش الكيك يعني بإذن الله تعالى مش هتحتاجي خالص ان انتي تزودي كريمة. انا حطيت هنا شريط فاكيوم. الشريط الفاكيوم فيه منه نوعين. الشريط الفاكيوم ده بيتباع بالمتر عند خامات الحلواني. في منه اللون البني ده، في بيبقى ملون يعني الوان كتير، تمام، وفي بيبقى شفاف. هنبتدي اول تورته. هسقي الكيك وهستخدم فيها جيلو المتحدة بطعم الفراولة. جميل جدا الجيلو ده. ده الكيس ده نص كيلو. وشركة المتحدة حلوة قوي قوي في الصوصات، وحلوة جدا برضو في يعني صوص الكراميل، صوص الشوكولاتة، مربى الحليب. حلو قوي 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 يعني، فاستخدموه ان شاء الله. وفي منه كمان بالمانجا. حطيت الكريمة زي ما انتم شايفين، ما شاء الله الكريمة يعني سلسة وحلوة معايا في الضرب، وبتستحمل الحر ما تقلقوش. وهنحط جزء من الجيلو، حلو قوي على فكرة في الفرد وجميل جدا، وكنت تكتري كمان بس انا حبيتش اكتر. احط طبقة، يعني انا هنا عندي 5 طبقات، فهستخدم هنا طبقتين. وهبتدي اسقي الكيك. انا كنت نسيت ان انا اسقي القاعدة يعني، بس مفيش مشكلة يعني، كيك طري وجميل، بس ايه، انا بحب طعم التسقية في الكيك يعني. زي ما انتم شايفين الكيك بيخلص بسرعة ما شاء الله، اللهم بارك. وهتنجزي وهتطلعي اوردراتك بأقل التكلفة. وكمان اصلا المستهلك هيحب يشتري حاجة زي دي، لانه هو يعني هيفرح عيلته برضو بحاجة بسيطة. هحط برضو فوق هنا الجيلو، انا بس ضربته بايدي شوية علشان يسيب يعني وياخد شوية حرارة. عايزة تكتري كتري، انا حطيت الكمية دي بس، انا كنت عايزة ادي لون، مش عايزة يعني تغطية كاملة، تمام. وهدي مساحة بس علشان دي كانت تورتة يعني لمناسبة نجاح، فعايزة المساحة دي اكتب فيها. وبعدين نحط التوبر حلو قوي. التوبر انا هحط البيج اللي انا بشتري منها في صندوق الوصف، حلو قوي. هنا هعمل الجناش اللي هستخدمه، دي ربع كيلو شوكولاتة خام مع 100 جرام لبن، وهحطها في الميكرويف او على حمام مائي لغاية لما يسيحوا هما الاتنين مع بعض. او ممكن تحطي اللبن سخن. بصوا يعني، بصي مفيش اسهل من كده، وبتناسب جميع انواع الشوكولاتات. وده الجناش الصب، وبتتلوني بيه الكريم. هنا ما نسيتش اسقي بقى القاعده. وهنا لو انت الكريمه بالجناش زي ما بتحبي درجه الجناش او درجه الكريمه، حطي جناش، وهيكون افضل من تلونيه بالكاكاو. الجناش بيدي طعم تاني خالص، كأني بتاكلي شوكولاته اصلا. عايزه تحطي اضافات انت حره. برضو حطينا هنا قعدتين طبعا. ورق الفاكيوم اللي لونه بني عامل يعني حاجه حلوه قوي قوي مع الشوكولاته، هيديها شكل تاني. كأني يعني الفينش بصراحه بيختلف تماما مع الفاكيوم اللي هو الملون لما يكون فيه شوكولاته. حطيت هنا الجناش، وهبتدي بحاول ان انا بقدر الامكان احط حاجات بسيطه، ما اهدرش في الخامات علشان الخامات تنفع معايا كذا تورتايه، تمام. يعني الجناش اللي انا عملته ده يعمل 3 تورتات بالتغطيه تماما. هبتدي اعمل روزتات، وبرضو هسيب مساحه علشان اكتب فيها، ونحط مالتيز او بديل المالتيز وهنكتب عليها. طيب في بقى هنا واحده فضلت، ده اللي هعمل بيها الكيك بوبس، وبرضو اللي فضل من الكريمه، وفضل شويه جناش وهعجنه بالجناش.
تمام. ده بيطلع أحلى كيك بوبس ممكن تاكليه، اللي هو الشوكولاتة اللي بتتعجن بالجناش. وتعملي هنا زي معيار المعلقة الكبيرة، كوريها بإيديكِ كده، كله هيطلع واحد مع بعض، وتسيبيهم في التلاجة يسقعوا شوية. وهنجيب العصيان بتاع الكيك بوبس ونحطها في الشوكولاتة وندخلها جوه الكورة يعني، بس دي مهمة قوي علشان ما تسيبش الكورة وتسيبها وتمشي يعني. هنا انا عملتها بوكسي، ممكن تحطي الشوكولاتة في كوباية وتدخلي فيها المصاصة على طول، ولكن انا ما كانش عندي شوكولاتة كفاية، فممكن تستخدمي زي ما انا عملت كده. وممكن برضو قبل ما تنشف تروحي رشه عليها اي يعني مثلا ايه، سكر ملون، سبرينكل ملون، حسب ما، او تسيبيهم للولاد زي ما وانا سبتهم كده قعدوا يلونوا عليهم بالشوكولاته البيضاء وطلعوا فيهم المواهب. مش مشكلة، أنا هنا كتبت مبروك النجاح وحط حاطة التوبر الجميل ده. التوبر ده يعني بصراحة سعره حلو جدا وما شاء الله عليها اكتشاف يعني. إن شاء الله البيج اللي أنا هحطها لكم ربنا يرزقها من واسع يا رب، اللهم امين، لان هي بتراعي فعلا اسعارها حلوه جدا يعني. عملت اوردر لما لقيت الاسعار حلوه كده، طلبت اوردر كبير علشان بصراحه استفيد يعني من اللي هي عملته، ويقلل الشحن كمان يعني. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وكان فيه معلومات قيمه بالنسبه لكم. ياريت تكتبوا لي تعليقاتكم، وياريت تعملوا شير ولايك لو كان في اي استفادة من قناة اليوتيوب بتاعتي يعني، لاني بصراحة التفاعل فيها بطيء شوية. فان شاء الله خير يعني. احب ان انا اتواصل معاكم، وهتنسوش هكتب لكم اللينك بتاع بيج التوبرات في صندوق الوصف. يا ريت تتواصلوا معاها، وان شاء الله يكون اوردر جميل. السلام عليكم ورحمة الله.